الله وبركاته. كيفكم اخواتي؟ يعطيكم العافيه. رجعت لكم اليوم فيديو جديد بتمنى ينال اعجابكم. طبعا اليوم الفيديو رح اعمل لكم ترند شوكولا دبي، طبعا رح نسويه سوا. طبعا اخواتي اول شيء ما ننسى نصلي على رسول الله عليه الصلاه واتم التسليم صلى الله عليه وسلم، ورح نبلش سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو يعني هي أكلة مو سهلة، بدها شوي تكون الشوكولا موجودة عندك، بدك الفستق الحلبي، طبعا الكنافة. هالاشياء أنا زبطتها جبتها من الماركت مشان أعمل معاكم ونشوفها سوا، وإن شاء الله تنال إعجابكم. هلا أول شي رح نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا رح يكون عندنا طبعا الكنافة. طبعا الكمية ما في كمية، اللي بتحبي كمية حسب القالب اللي عندك، لأنه بكل مكان ما بتلاقي نفس القالب، ما بتلاقي نفس القطع، يعني المهم الكمية حسب رغبتك انت. هي تجربة، طبعا إذا جبتيها جاهزة بيكون أفضل، بس أنا حبيت نجربها بالبيت، أجربها معاكم ونشوفها سوا. عندي هلا هيك كنافة، عندي هيك شوي، هلا هيك قطعتها هيك، هلا بدي افرطها ناعم لسه كمان. المهم بهالشكل هاد هلا. وعندي قالب، طبعا القوالب مثل ما قلت لكم هذا قالب بالنايلون، طبعا سيليكون. القالب بده يكون لازم يكون طري مشان نقلب الشوكولا بهالشكل وقت بدنا نحطها بالبراد. هلا بهالشكل انا على هذا النوع اللي شو لقيته. هلا عندنا مثل ما قلت لكم الكمية مثل ما قلت لكم حسب الرغبة. عنا الكنافة، عنا بتتطلب الشوكولاتة، طبعا الشوكولا الخام اللي بتتذوب، وعنا الفستق الحلبي، زبدة الفستق الحلبي بهالشكل هاد. هلا هيك اخواتي، هلا رح نطلع، رح نكسر الشوكولا بهالشكل هذا. هلا رح نكسرها قطع صغيرة. هلا رح نحطها على البخار المي المغلية، ماشي. رح لانه الشوكولا ما بصير تنحط الا على الحرارة مباشر، ما بصير. هلا هيك رح ندوبها سوا معكم. شوفوا اخواتي، هلا هيك انا كسرتها بهالشكل هاد. هلا عنا النوع الثاني كمان رح اكسره. هلا هي افضل انك تروحي تجيبيها جاهزة، يعني غالية، بس طبعا وقت بتجيبيها بتسويها بالبيت نفس السعر وحتى ممكن اغلى. لا جيبيها جاهزة افضل، بس انا حبيت هيك انه نجرب سوا وافرجيكم كيف، لانه هي ترند حاليا على السوشيال ميديا بالشكل هذا. هلا هيك نحن كسرناها بهالشكل هذا. هلا رح نحطها، نحن حاطين المي للغليان، طبعا مي بعد لسه ما غلت. هلا رح نحطها هيك فوقها بهالشكل هاد، وعلى البخار رح ندوب الشوكولا بهالشكل. هلا رح ننطرها شوي تغلي. هلا هيك اخواتي شوفوا كيف شلون، طبعا هيك عم تغلي على الواطي، وهيك عنا هلا هيك عم تدوب. شوفوا ما شاء الله. طبعا هيك رح نحطها طبعا بالثلاجة، رح ترجع مثل قبل. هلا اخواتي هلا هيك شوفوا بهالشكل هاد شلون هيك دابت معانا، بدها بس ثواني ان شاء الله. شوفوا هالشكل هاد، طبعا بدها تبريد. هلا بفرجيكم، اتبعوا معي مزبوط، بس بتمنى منكم تحطوا لي لايك وشير وتشتركوا بقناتي وتفعلوا لي جرس التنبيهات منشان اوصلكم فيديوهاتي اخواتي. انا هلا هيك ذوبت الشوكولا، شوفوا بهالشكل هاد كيف دابت على البخار. اخواتي هلا هيك رح نقلي الكنافه. هلا رح نحط سمنه بهالشكل هاد، طبعا كل ما غزيتيها بالسمنه بتكون افضل. اخواتي هلا هيك انا شقرتها بهالشكل هاد. هلا رح نحط معلقتين من زبده الفستق، طبعا الفستق الحلبي بالماركات، انا دورت والله شفت بالماركات بهالشكل هذا. وهلا رح نخلطهم طبعا كلهم سوا لتصير مع الكنافه والزبده. اخواتي هلا هيك عنا قليت، هلا هيك انا اخواتي قليت هيك الشوكولاته، حطيت الفستق الحلبي، طبعا الزبده بهالشكل هاد طلعت عندي.
بس ما بوصف لكم على الريحة، فعلا كتير ريحة بتشهي. هلا رح نحط قسم من الشوكولاتة بأرضية القالب بهالشكل هذا. رح نحطها بالبراد تقريب النص ساعة مشان نحط عليها الكنافة. شوفوا اخواتي بهالشكل هاد. اخواتي هلا هيك انا طالعتها من الثلاجة بهالشكل. هلا هيك صارت قاسية عندي. طبعا هلا رح نحط الطبقة الحشوة والطبقة الفوقانية بهالشكل هذا. وهلا الكنافة طبعا كمان بردناها، لازم تكون باردة افضل مشان ما تذوب الشوكولا اللي تحتها بهالشكل هذا. طبعا ما رح نكتر، بيزيد زيادة فيكي تعمليه كمان شي تاني. وهلا عنا هلا الشوكولا للطبقة الثانية. هلا رح نوزعها على الوجه الفوق. هلا هيك اخواتي، هلا هيك بس نحاول شوي شوي عمهنا مشان ما الكنافة بهالشكل هاد. طبعا اكيد ما رح تصير مثل الجاهز، بس حبينا نجربها معكم بهالشكل هذا. هلا عنا هيك الشوكولاتة البيضاء بهالشكل هاد. رح نحاول هيك، رح ناخد بهالشكل. وهلا رح نرجع نحطها بالبراد لمدة ساعة. يعطيكم العافية اخواتي. هلا انا هيك طلعتهم من الثلاجة، شوفوا كيف حتى ما شاء الله. ايه ما شاء الله، ان شاء الله هيك يمشي حال. هلا رح نفتحها بهالشكل شوي شوي. ما شاء الله بالشكل هذا. باين الشكل كتير رائع. اخواتي هلا هيك بهالشكل ما شاء الله هيك معانا، بس قاسية شوي. رح نحاول نكسرها مشان هدول هيك مشان تكسر معانا. ما شاء الله اذا سمعتوا القرشة بهالشكل هاد. اخواتي هلا هيك بهالشكل هاد، بس ما شاء الله عن جد عن جد كتير لذيذة. يعني اذا حبيتوا تجربوها، بس ما بنصحكم انكم تجربوها لانه بدها اشياء كتير، واذا جبتوها جاهزة بتكون افضل. بس عن جد كتير طيبة. رح ندوق. ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله القرشة غير فكر بالطعم، فعلا رائع. وانا هيك خلصت معاكم، وصحة والف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي.